السلام عليكم. اليوم ان شاء الله راح نهضروا مع بعضنا جينواز بذوقين مختلفين، فاني وشوكو. نتوما خير واش باغيين؟ هنا البنات في المول تاعي اراها عندي العرض تاعو 15 سنتيمتر والطول ميهمنيش، راهو فايت 25 سنتيم. هذا الجينواز ماهيش هذيك الجينواز المرتفعه، هذه تكون خفيفه ومشربه وبنينه وتهبل. الفيديو جاي ان شاء الله رايحه نشارك معاكم الجينواز المرتفعه جدا. المهم هذا المول راهو يرفد 5 بيضات. البياض عن السفر. هنا البياض حاولت اني نطلعه بقرصه تاع ملح ونضيف معاه كاس معمر سكر جلاسي، اللي ما عندهاش دير سكر حبيبات عادي، ونضيفه بدفعات، يعني ما نضيفوش فرد مره، يعني لا ضربه، حتى تشكل معايا ميرينغ رايحه. هذيك الميرينغ تولي ثقيله حتى تشكل لي هذاك المنقار، نعرفها بلي ناجحه. هنا هذاك الخمس صفار تاع البيض ضفت معاهم غرفه كبيره فاني، وبقيت نضيف بالكميه من هذيك لاميرينغ اللي طلعتها تاع البياض. دركا الجينواز البنات راهي تختلف، كاين اللي يطلع البياض وحدها والصفار وحده، وكاين اللي يطلعهم مع بعضهم، وكاين الطريقه هذه. المره الجايه ان شاء الله راح نشارك معاكم الجينواز العاليه جدا وراح تنجح معاكم من اول تجربه. هنا هذاك الصفار راني ضفته في البياض تدريجيا، يعني شكل لي كريم، ضفته بقيت نحرك بالعقل. البنات هنا مسرعه في لا فيديو، اني نحرك غير بالعقل باه ما يدخلش معايا الهواء هذيك لا كريم تاعي وتهبط معايا. وبالنسبه لقياس الفرينه راها نفس قياس السكر، قد الفرينه قد السكر، كاس. هنا تحذف لي المقطع، راني درت الكاس تاع الفرينه وبعد ما صفيته وضفته تدريجيا حتى هو، وبقيت نخلط بالعقل كيما راكم تشوف. هذه راها جينواز اقتصاديه بثلاث مكونات: فرات عظام وفرينه وسكر. هنا المول تاعي حاولت اني ندهنه بشويه تاع زبده، وفرشت له الومنيوم وبابي كويسون باه ما يخرجش معايا هذاك الخليط تاعي. ومامتون نحاول اني نشكل خيط من البابي الومنيوم، نحاول اني نزير به هذاك المول تاعي باه ما يخرج ليش الحشو. ومامتون نحاول اني نحطه في مول باه ما يتحركش معايا من تحت. ولا جينواز ديجا كي تبدي توجدي في الخطوات هذو راكم تكونوا الكوشه تاعكم سي ديجا راها شاعله على 160 درجه، ما تفوتوش 160 170 درجه بيسك راها تتحرق معاكم. وخلوها تطيب وتطول في عقلها، تدي حتى نص ساعه حتى 45 دقيقه، لازم نار ما تكونش قويه سينو راها تتحرق معاكم. هنا راني نهبط هذاك الخليط، ديما نقول لكم راني مسرعه في لا فيديو، الخليط هذا راهو ثقيل وهذه الخطوه مهمه تاع البنسو ايضا. هنا بنفس الطريقه المول الاخر راهو هز لي 25 سنتيمتر حتى 21. درت معاه نفس الخطوات، فصلت الصفر على البيض. هنا درت 8 بيضات وطلعت هذيك لاميرينغ تاعي حتى تشكل لي رغوه هكا. هنا راني كيلت بالمغرف، درت 10 مغارف سكر و10 مغارف فرينه، وحتى تشكل هذيك لاميرينغ. والسكر كيف كيما قلت لكم بشويه برك نحطو، مش على دفعه واحده، والفرينه كيف نضيف تدريجيا ونخلط بالعقل. مانيش قاعده نزرب لا فيديو برك اللي راهي مزربه فيها، نخلطه بالعقل باه ما يدخلش معايا هذاك الهواء في لاباط تاعي، ومن بعد تهبط معايا ديك لاميرينغ وما تصلحليش لا جينواز تاعي وتجيني ثقيله. هنا كيف 8 مغارف كبار فرينه. انا هنا راني حنضيفها الكاكاو، واللي تقسمت درت 4 ملاعق كاكاو كبار و4 فرينه كبار وتدريجيا. وهنا درت قرصه صغيره تاع خميره الحلويات، يعني قلت لكم جينواز تختلف، على بالي بلي جينواز ما تجيش فيها الخميره، هذه انا ضفت فيها الخميره بالعكس جتني هشه وخفيفه وتهبل. المره الجايه نوعدكم بوصفه سهله ماهله وتنجح معاكم من اول تجربه وتجيكم
عالية جدا بالنسبة للناس اللي يحبوا الكيكة العالية، واحد تكون كيما البونج. راح نخلي لكم الفولو تاعها في اخر فيديو. هنا عندي فيجي كاو نوار، راح نكسر هذيك الحلاوة. نحب انا الحاجة تكون مرة شوية بشوكولاتة سوداء ومامتون حتجي بنينة. هنا بعد ما طبت معايا جيست حطيت الكيردون، كي دخلته خرج معي ناشف، يعني راها طايبه الله يبارك. كيما قلت لكم هنا مازالت سخونه، لفيتها ديريكتومون في البابي فيلم، حطيتها في الفريجيدير. هنا هذا البول كبير تاع ولدي كيلت بيه كاس كريم شانتي، كونتيتي شريت غير ب20,000. قد الكميه تاع كريم شانتي قد الماء، ويكون مجمد الماء مش بزاف، يعني يكون بارد بزاف. ونطلعها كريم شانتي طلعوا بسرعه، ومن بعد تكون سرعه منخفضه، ومن بعد تعاودوا تزيدوا في لافيتاس باه تطلع معكم كريم ناجحه 100% ان شاء الله. ودرت شربات سكر بزوز كيسان ماء وطيشت، ومعاهم نص برتقاله ليمون. هنا بعد ما طبت معايا دوزيام الله يبارك. شوفوا المول راهو العرض تاعو صغير، هنا راهي خرجت معايا مرتفعه، مي موش قد هذاك الطول كامل تاع هذاك المول. تسمع انا درت الكونتيتي اللي تكفينا برك، راني مقصفاها بعد ما بردت معي شويه في الفريجيدير. نتوما كيما قلت لكم خلوها تبات، صدقوني راها في يدي خفيفه خفيفه وهشه وطريه وتهبل. سيرتو بعد ما ندير لها هذيك الشربات ونشربها حتجي روعه. هنا بعد قصها هنا درت كريمه رايحه تكون حشو بالنسبه للكيكه هذه تاع الفاني، وهي سخونه. عاود درت لها البابي فيلم، خليتها في الثلاجه برد، تحطوهاش في الكونجيلاتور، الثلاجه حتى في البرود. ليسونسيال فيها كاس حليب، زوز مغارف نشا وزوز مغارف سكر، والباقي ملتو شوكولا حوالي 150 غرام. ما درتش الكاكاو، اللي ما عندها شوكولا ضيف الكاكاو، شوكولا راح تعطيني ذوق افضل يعني. هنا وسي راني نحاول اني نقطع الكيكه تاعي. ليسونسيال نتوما كي تكون الكيكه هذيك المرتفعه جدا رايحين تقطعوها ل5-6 قطع حتى ل7، مي كذا الكيما تاعي برك. شوفوا الله يبارك واش طابت خفيفه وروعه. كذا الكيما تاعي ماهيش هذيك المرتفعه بزاف، رايحين تقطعوها على زوج مرات برك. انا قطعتها على، ونحاول اني نقطعها بموس ويكون غراتوار، ما يكونش موس عادي البنات ولا تاع الخبز، المهم يكون فيه منشار باه تتقطع لك بيان. بالنسبه لاجينواز كي طيب معاكم ما تقلقوش، راها تطيب في عقلها. راكم بعد تخلوها تطفوا عليها الكوشه وتخلوها في الكوشه باه ما تخرجوهاش ديريكتومون وتتشوكا من الهواء اوب تعاود تهبط معاكم. هنا هذيك الشربات تاعي رايحه نشرب كامل الطبقات اللي عندي. لابوشادوي كيما انا، يعني انا خليتها عند الوالده تاعي. تستعمل شكاره حليب عادي، ولا انا استعملت هنا ساشي تاع سكر غلاس عادي نخدم بها ليسونسيال. ولكمش انا روحوا جيبوا محتم لابوشادوي تاعكم، ولازم شوفوا نعطيكم في الحاجه سامبل وتقدر اي وحده تخدمها في دارها لوليداتها وقانعه بها ونورمال مع الحب تاعها للحاجه هذيك، وكي تقدمها رحمه ربي. وما نقولكمش لازم تجيبوا شوكولا الوجدان ونعطيكم الماركه هذيك وهذه. شوفوا انتم تخدموا يا ربي بمونه هذيك 5000 ولا 2500، ليسونسيال حاجه تكون في داركم وبيديكم. وما قلت لكمش لازمكم الغاناج تاع الحشو اللي يكون بالكريم فريش والغاناج هذا، الا شوفوا نعطيكم في حوايج سامبل. قدر انا نعطيكم حاجه انتم ما تعرفوهاش، خلاص انا نعطيكم الحاجه اللي تقدر عليها اي وحده في دارها. معليش عندك سوارد وبغيتي تشري من برا اختي، واش حنقول لك، وحده ما تحب تعب، مي شفتي الحاجه كي تتابعي لها لوليداتك مش خساره فيهم وتأجري لها عند ربي سبحانه. وشوفي انا حكاولي على ناس ما يخافوش ربي كيف يخدموا لي طاغت هذو يطيشوا فيهم كي تكثر عليهم الكونتيتي، يحطوا فيهم حاجه طعم ربي على الكارلاج هكذاك ويبيعوا. ونورمال تروحي انتي تشراها وتعجبك وبنينه، ما تعرفيش لبزها بيدك، خلطاها وحطاها لشتت ماهيش صالحه عادي. هنا كملت غلفت كامل كوفريت هذيك هذاك الكير تاعي. شوفوا الله يبارك كيفاه جا معايا روعه. هنا البنات راني
تكون ديجا ذوبت شوكولا تاعي ودرت معاها مغرفة صغيرة زبدة وحوالي فنجان حليب. معليش ديكوراسيون تاعي في لافاج ناقصة بيسك ما عنديش الامكانيات، قلت لكم على باش ما كانتش عندي، سينون ديما افضل. بردت معايا شويه هذيك الشوكولا، نخدمو كلش بارد في بارد باه ما تذوب معايا كريم شانتي ما والو. كي تبرد معايا هذيك الشوكولا راني من الفوق نحاول اني نغطي هذا الكير كامل بشوكولا، بيسك انا راني نويتها كعكه تاع شوكولاته بيسك نحب انا شوكولا نوار. هنا نعاود اني نشرب هذيك الدوزيام ونضيفها هذيك لا كريم تاعي تاع الحشو طبقه فوق طبقه ونشرب ونكمل حتى نكملها كامل. بالنسبه لطاغت هاكم هذيك تاع الكير هاكم تشوفوا فيها يعني كيف ما مريقله معايا وكلش. انا من بعد كي درت فوق منها شوكولا ديكالات معايا شويه، يعني كي هزيتها هربت لي وتعوجت لي شويه من تحت، دونك في ديكوراسيون باينه باللي راها مش مريقله. تما تعرفوا واحد كذا ما عندوش لي مويا وكلش الحمد لله. لكن هاكم تشوفوا بعينيكم هنا راني فرشت لها ساشي فوق البلا هذاك اللي درته بهذيك الشوكولا اللي هبطت معي كامل. نحاول اني نرجعها معايا وما نضيعهاش. شوفوا كيف ما بيان وكلش تلمو مشربه الكيكه تاعي كي هزيتها وديكوريتها راها هربت لي تعوجت معايا شويه من تحت. مي معليش هذه النتيجه النهائيه. كيكه الحب تاعي ولا كيكه الشوكولاته تاعي ولا كيكه راس العام ليسونسيال راني حضرتها وفرحانه بها، ان شاء الله تكون عجبتكم. هنا درت ديكوراسيون خفيفه، انتوما ديروا باش بغيتوا يا ربي حتى بحبات كاوكاو تزينوها، معليش بالموجود في الدار. احنا هذه راح نقدموها لدارنا ولوليداتنا، ماناش راح نديروا بها معرض ولا رايحين نبيعوها للناس. الحمد لله هذه ماهيش كوموند ولا حاجه، يعني راهي غير داري برك. ان شاء الله تكون عجبتكم ونتمنى منكم الدعم في القناه. شوفوا الله يبارك تحلى في العين تكوني خير من تاع برا. ان شاء الله نكون شهيدكم في الجنه بصحه والهنا ان شاء الله. جربوها وهذه كيكه اللي وعدتكم بها مره اخرى، وتهلاو في رواحكم وديروا لي جيم جمجموا لي كومونتير وبصحه والهنا. مع السلامه.